السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا قسما بالله. انا غبت عليكم فترة طويلة، بقالي يجي شهرين كده او اكتر، لان انا كنت في قناتي التانية على التيك توك وعلى كواي، فكانت في فترة انشغال كبيرة عنكم والله. فاللي حابب اي فيديوهات في على التيك توك وفي على كواي وعلى اليوتيوب يا جماعة، قنواتي على التيك توك وعلى كواي وعلى اليوتيوب. بصوا يا حبايبي، احنا النهاردة يعني هنتكلم عن تفسير الرؤى، لان انا بقالي فترة كبيرة ما نزلتش فيديوهات على اليوتيوب. فالنهاردة بالنسبة بقى ان احنا هنتكلم على الايه، اي واحدة او اي واحد بيشوف نفسه في المنام ان هو بياكل اكل وطعمه حلو قوي، فده يبشر ان ده خير ورزق وفرحة داخلة عليه، لان هو مستطعم طعم الاكل، حاجة جميلة، حابب الاكل وريحته حلوة وطعمه حلو. ده يعني دي مرحلة الافضل، حاجة كويسة داخلة عليه بإذن الله، أو رزق كويس داخل عليه بإذن الله. طيب اللي بيشوف نفسه أو بتشوف نفسها إن هي بتجمع فلوس ورقية أو فلوس ورق كتيرة، فده يا حبيبتي عارفة عدد الفلوس ده بيبقى رزق، ورزق كبير جدا. ميراث بقى، مشروع وفلوسه داخلة عليك، عايدة عليك أو عايدة عليك، علو في شغلك، لما تكون عارف عدد الفلوس دي. اما ان انت مش عارف عددها وكتير وبتلم فيها بكتير وما انتش عارف عددها، ده دخولك على مشكلة او هموم مش عارف تحلها، او انت مش عارفة تحليها، ان انت ما تعرفيش عدد الفلوس ايه كام. اما عارفة عددها فده بيبقى رزق، ورزق كبير جدا بإذن الله. يا رب يكتب لكم الرزق كله بإذن الله. طيب اللي بتشوف نفسها البنت العزباء، لو بتشوف نفسها ان هي بتطير فوق السحاب، ده دخولها في علاقة حب جديدة او خطوبة او زواج لها قريب. بالنسبة للست المتزوجة، لما تشوف نفسها ان هي بتطير فده رزق وسعد داخل عليها وهنا. البنت العزباء طبعا بيبقى دخولها في علاقة حب جديدة، ده الطيران اللي هو فوق السحاب يا جماعة. طيب للأعزب او للبنت العزباء، لو شافت ان هي راكبة عربية جديدة او في عربية جديدة جاية لها، ده بيبقى دخولها في علاقة حب جديدة او زواج وخطوبة برضو جديدة ليها. للشاب الاعزب زي البنت بالظبط، تبقى علاقة حب جديدة او زواج او خطوبة جديدة باذن الله، لان العربية بترمز للحياة وترمز للعروسة او للزوج. طيب اللون الاصفر يا جماعة، لان الناس سألتني كتير على اللون الاصفر. اللون الاصفر يا جماعة دي بتبقى لو حد شاف نفسه ان هو لابس لون يعني جلابية صفراء او فستان اصفر او عباية صفراء، فده دليل هتخش على فترة تعب، في تعب. اللون الاصفر دليل على التعب. في تفسير له معنى تاني، ان هو دليل برضك على الغيرة، بس يعني احنا بنقول اللي هي لابساه وشايفاه في المنام متكرر معاه، فده بيبقى فترة تخش في فترة تعب كبيرة. طيب اللي بيشوف نفسه ان هو واقف قدام بحر مش نازل في البحر، قدام البحر، ده بيبقى تحقيق أمنية له ودخوله على فترة راحة واستقرار في حياته، وحاجة بتمناها هتتحقق له، لأن هي أو حاجة أنت بتتمنيها هتتحقق لك، لأنك أنت واقفة قدام البحر أو أنت واقف قدام البحر. فده بيبقى يعني قدوم خير داخل عليك بإذن الله، أو فرحة داخل عليك، او اخبار سعيده. يعني انت مستني امنيه هتتحقق لك باذن الله، لان زي ما بقول لك الواحد بيروح يقف قدام البحر بيكلم البحر على اي حاجه، بتبقي واقفه سرحانه قدام البحر، في كل اللي بيجري في دماغك او تفكيرك وانت واقفه قصاد البحر، فده بيبقى تغيير من الامر ان ربنا بيبشرك ان في خير عايد عليك وخير جاي لك باذن الله. وقوفك قدام البحر او وقوفك قدام البحر. اللي دايما بتحلم ان هي بتشتري فراخ او جايبة فراخ او بتنظف فراخ
او بتطبخ فراخ، ده يا جماعة اكبر خير واكبر رزق بيبقى عايد عليك. ده بيبقى رزق جايلك او رزق عايد عليك يا جماعة. الست متزوجة شافت ان هي بتذبح فراخ او شارية فراخ او بتنضف الريش، ده الريش ده كله فلوس، الريش ده فلوس. الفراخ ده جاي من كلمة فراخ، خير، خير داخل عليك وعايد عليكي او عايد عليك، سواء في شغلك في بيتك، في رزق، بشرى ربنا بيبشرك ان في خير ورزق عايد عليك بإذن الله. فمش هطول عليكم يا جماعة في الفيديو ده، انا حبيت بس اقول بعض الرموز وان انا اسلم عليكم. وما تنسونيش بقى باللايكات والشير وفعلوا الجرس يا جماعة، وكلمة الاشتراك عندكم بالاحمر، يا ريت تشتركوا وتتكوا باللايك يا جماعة. واشوف وشكم على خير، واستنوني في فيديوهات جديدة ومعلومات تفيدكم جديدة بإذن الله. والله أعلى وأعلم.